بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. والله بتصعب عليا الفرق انها تتعب نفسها عشان تبقى اول المجموعة عشان تتجنب كل الفرق الكبيرة، لكن في الاخر تلاقي ملك القارة الاوحد. اهلا بك في جحيم الاهلي. طبعا كولر لعب المباراة بشكل دفاعي وتكتيكي على اعلى جودة بجد. النهاردة هو اتعلم الدرس بتاع ماتش سان داونز الاخير. طبعا اي مباراة خارج الديار وكمان الاجواء جماهيرية والملعب مقفول على الاخر هو عارف هيشيل الطين، لكن هو لعب بطريقة ذكية جدا وقد كان لعب مدرب عالي الجودة في قراءة الخصوم. امتى افتح الخطوط، امتى اقفلها، امتى العب على الهجمة المرتدة. كولر مدرب عالي الجودة وذكاء جدا جدا. ملاحظاتي في الماتش: حسين الشحات سيء جدا. محمد شريف لما نزل قاعد يتمشى في الملعب. ديانج من اول شهر واحد طبعا احنا عارفين مش ديانج اللي احنا نعرفه. مفيش حد يستغل اخطاء الحارس المتكررة، قاعد يطلع كتير. مفيش حد يعني يستغل اخطاء الحارس بتاع الرجاء المغربي. لكن مبروك للنادي الاهلي. سلام.